زي أي يوم عادي بالنسبة لي كدكتورة دايت. أول ما بصحى على رسايل المشتركين، والرسالة النهاردة ناكل إيه يا دكتور؟ قمت قطعت الفراخ وجهزت المشروم والفلفل الألوان وحطيتهم بسرعة على النار في معلقة واحدة زيت زيتون، معلقة واحدة، وشوحت كل الحاجات دي عشان أعمل الستير فراي اللي يجنن ده. طبعا حطوا توابلكم. أنا عن نفسي بحب الناتميك اللي أنا مش عارفة اسمها إيه، لو عارفين حطولي في الكومنت. وبكده يبقى الستير فراي بتاعي جاهز. الفراي بتاعك مكتوب فيه واحدة توست أو مكتوب فيه أي نوع من الكاربس دي، يبقى عندنا اوبشنز، عندنا الايج نودلز وعندنا العيش البني. ولو ما فيش نعمل ايه؟ اكيد طبق السلطه اللي يجنن اللي ما بنستغناش عنه. دلوقتي الاكل بتاعنا جاهز، النودلز الجميله اللي هي ايج نودلز مع الستير فراي، والاوبشن التاني ان احنا ناخد الستير فراي ده مع العيش اللي هو بيكون عاده واحده توست، واخيرا الاوبشن اللي انا عن نفسي بفضله اللي هو الستير فراي مع السلطه. اكل جميل ويفرفش مش كده؟ دلوقتي قاعده اروح انام. انا دكتور منى وانتوا بتتفرجوا على فيديوهات عشان التخسيس.